مساكم الله بالخير. بخصوص خبر النقطة الواحدة بين دول مجلس التعاون، صار عليه بلبلة شوية وصار عندي أسئلة كثير. خلوني أشرح لكم اللي فهمته، أنا ما عندي التفاصيل، اللي فهمته من الشباب اللي شغالين في الجوازات وشغالين مع اللجان اللي يجتمعون بين دول مجلس التعاون. اللي فهمته أن تكون خلاص نقطة واحدة، يعني أنت الحين اليوم طالع من قطر مثلا، تمر جوازات قطرية، تسوي خروج، تخرج وكذا، تمر جوازات السعودية ويدخلون بياناتك وهكذا، هذه راح تلتغى خلاص، تكون في جوازات واحدة. وانت طالع من قطر مثلا قطر، وانت خارج من السعوديه مثلا السعوديه فقط لا غير. الجمارك وين؟ الجمارك العكس، يعني انت طالع من قطر تخرج من الجوازات السعوديه فقط جمارك، ما تمر الجوازات مره ثانيه. ان شاء الله فهمتوا المثال. نفس الشيء طاير من قطر مثلا رايح ابو ظبي، خلاص قطر تخريج ودخول ابو ظبي، خلاص انتهى الموضوع. ابو ظبي عليهم الجمارك، والعكس صحيح، انت طالع من ابو ظبي جوازات دخول خروج ودخول قطر، والجمارك عند قطر. هذا ابسط مثال انا ممكن اوضح لكم اياه. طبعا يمكن ما يكون بالآلية هذه، يمكن في آلية اخرى، لكن هي نقطة واحدة خلاص. ما تطلع من الجوازات القطرية وتدخل جوازات السعودية، خلاص جوازات واحدة، هم يتولون كل شيء. هذا اللي فهمته فأنا شرحت لك، أعطيتك مثال، لكن مش هذه الآلية رسمي، للحين ما نعرف الآلية.